التوتر لا يزال كبيرا جدا في الحسيمة في المغرب التي تشهد احتجاجات منذ أكثر من 6 أشهر، احتجاجات اجتماعية. الشرطة المغربية تدخلت بقوة مساء السبت لمنع أي تظاهرة كبيرة دعما لناصر زفزافي الذي يتزعم حركة الاحتجاج والمتواري عن الأنظار، بينما يبحث القضاء عنه. وبعد نهار هادئ في أول أيام شهر رمضان، اندلعت صدامات ليل السبت الأحد بين الشرطة المغربية ومتظاهرين في المدينة، كما سجلت صدامات مماثلة في مدينة أمازور المجاورة، حيث تدخلت قوات حفظ النظام لتفريق التجمعات. النشط في الحراك الاجتماعي شاكر المخروط حدثنا من الحسيمة في نشرة سابقة عن الوضع خلال يوم الأحد في المدينة وأيضا هذا المساء، نستمع إليه. الوضع حقيقة الأمر غير مفرح، حالة من الحزن تسود إقليم الحسيمة والريف عامة وكل أبناء المهجر. توجد وانتشار القوى الأمنية كثيف كئيب جدا لدرجة التأهب القصوى. اعتقالات بالجملة، اختطافات على مستوى الإقليم منذ الجمعة إلى ما يقارب 70 معتقل إلى اللحظة. السلطات اعترفت حتى الآن باعتقال 20 شخصا، وتقول أنهم يعني يشتبه بتلقيهم أموال من الخارج للإساءة لأمن المملكة. ما هي رواياتكم لما يحصل سواء لهذه الاعتقالات ولخلفيتها؟ في حقيقة الأمر النيابة العامة كشفت على 37 معتقل، 15 منهم تم نقلهم إلى الدار البيضاء للتحقيق معهم من طرف الفرقة الوطنية، و22 متواجدون الآن بالحسيمة. في حقيقة الأمر التمويل الذي لم نتلقاه من الدولة نتلقاه من الخارج كمساعدات من العائلات وفقط، وليس هنالك تمويلا لزعزعة أو لزعزعة الاستقرار. كل ما هنالك هي مد العون للعائلة نتيجة الوضع الذي تعيشه المنطقة. وكإضافة أختي، نحن منذ بداية الحراك فقدنا الثقة في جميع المؤسسات إلا المؤسسة الملكية التي وضعنا الثقة فيها منذ اليوم الأول لاستشهاد محسن فكري. المخروط الناشط في الحراك الاجتماعي في مدينة الحسيمة.